السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لمادة الدراسات الاجتماعية. قبل ما نشرح مع بعض درس النهاردة، عايزاكم تكونوا عارفين إن كل وحدة، طبعا احنا عندنا 3 وحدات، كل وحدة هيكون فيها درس اسمه هوية محافظتي، وده بيتكلم فيه عن محافظة معينة في مصر، وبنعرف معلومات عن المحافظة ديت. وبيكون كمان في درس في كل وحدة بيبقى اسمه رحلة حول العالم، بنتعرف فيه على بلد أو دولة مختلفة. طيب احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على دولة كندا، وهنعرف معلومات أكتر عنها. أول حاجة خالص الموقع، موقعها فين؟ لو هنتكلم على القارات، احنا عرفنا قبل كده القارات، وعايزين نعرف بقى إن كندا موجودة في قارة ايه. يبقى كندا أو دولة كندا موقعها على الخريطة في قارة أمريكا الشمالية. يبقى موقع دولة كندا على الخريطة في قارة أمريكا الشمالية. طيب ايه هي عاصمة كندا؟ كل بلد بيبقى ليها عاصمة، زي مثلا جمهورية مصر العربية اللي احنا عايشين فيها، عاصمتها ايه؟ عاصمتها القاهرة. يبقى القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية. كذلك كندا ليها عاصمة، عاصمتها اسمها اوتاوا. يبقى عاصمة كندا هي اوتاوا. طيب هنا بيعرفنا حاجة، بيقول لنا ان التوقيت بين البلدين يعني ايه؟ يعني بين مصر وكندا التوقيت اللي ما بيننا. احنا مثلا لو بصينا في الساعة دلوقتي عندنا لقيناها ان هي الساعة 2 مساء. 2 مساء دي اللي هي بتبقى 2 كده بعد الظهر. في نفس الوقت ده بالظبط اللي احنا بتبقى عندنا فيه الساعة 2 مساء، هيبقى الوقت في كندا 7 الصبح، اللي هو مثلا الوقت اللي احنا بننزل فيه نروح المدرسة. يبقى احنا لو قاعدين في مصر والساعة عندنا 2 مساء اللي هي 2 بعد الظهر، بيبقى نفس الوقت ده بالظبط في كندا الساعة 7 الصبح. يعني الفرق ما بيننا هيبقى 7 ساعات. الفرق ما بيننا وما بين كندا 7 ساعات في الوقت. طيب بندخل بقى على طبيعة الدولة أو طبيعة البلد وكمان السكان اللي فيها. بيقول في الطبيعة يوجد بها واحدة من أكبر غابات العالم. احنا عندنا أكبر الغابات في العالم كلهم. في كندا لوحدها يوجد فيها واحدة من الغابات الكبيرة ديت. من حيث المساحة، مساحتها كبيرة جدا. ازاي؟ بتغطي 50% من مساحة الدولة. لو اتفقنا ان دولة كندا كده كل مساحتها 100%، 50% يعني نص البلد كلها عبارة عن غابة. نص البلد اللي هي 50% من البلد كلها بتبقى عبارة عن أصلا غابة. يبقى يوجد بها واحدة من أكبر غابات العالم من حيث المساحة، وتغطي 50% من مساحة الدولة. نص الدولة عبارة عن غابة. ويوجد بها خليج اسمه خليج هيدسون، الذي يتجمد بالكامل في فصل الشتاء. عندها خليج، احنا كان عندنا خليج العقبة وخليج السويس، فاكرين؟ هي عندها خليج اسمه خليج هيدسون، والخليج ده في فصل الشتاء بيتجمد بالكامل. طيب ندخل على السكان. يشتهر شعبها باللطف، ولديهم احترام كبير للثقافات المختلفة حول العالم. يبقى سكان دولة كندا بيشتهروا باللطف، يعني شعب لطيف، وكمان عندهم احترام كبير للثقافات المختلفة حول العالم. يعني مفيش عندهم أي عنصرية، لا، هما بيحترموا كل الثقافات اللي حول العالم. وبيعيش بالدولة كثير من الأجناس المختلفة من حول العالم. يعني مش كل سكان كندا من أهل البلد نفسهم، لا، ده في أجناس كتير قوي، ممكن يبقى جاي من الهند، من اليابان، من الدول العربية، من كل الأماكن، حتى من أفريقيا بيبقوا عايشين في كندا. اللغة الرسمية اللي بيتحدثوا أو بيتكلموا بيها هناك هي الإنجليزية والفرنسية. هتلاقيهم في كندا بيتكلموا إنجليزي وفرنساوي. ندخل بقى على الاقتصاد. اقتصاد البلد، كندا عندها فائض كبير من إنتاج المحاصيل الزراعية زي القمح. يبقى كندا عندها إنتاج للمحاصيل الزراعية، وعندها فائض كبير قوي من المحاصيل الزراعية أو إنتاج، يعني هما بينتجوا المحاصيل الزراعية زي مثلا القمح. كما أنها تعتمد على تصدير البترول، وبتصدر برضو البترول للدول الأخرى. يعني كندا عندها بترول وبتصدره للدول الأخرى، وكذلك عندهم إنتاج للمحاصيل زي القمح. عملة الدولة الدولار الكندي. احنا عملتنا ايه؟ الجنيه المصري، هم عملتهم الدولار الكندي. ندخل بقى على المعالم السياحية اللي موجودة في كندا. تتعدد بكندا المعالم السياحية، ومن أشهرها برج سي إن تورنتو ومنتزه بانف الوطني. يبقى من المعالم السياحية اللي في كندا برج سي إن تورنتو
ومنتزه بانف الوطني. نحفظ مع بعض الكلام ده. طيب لو حبينا بقى ان احنا نتعرف على علاقة مصر مع كندا، هل بيبقى في بينهم علاقة؟ ايوه، في بينهم علاقة. لدى كندا تعاون مع مصر في مجالات التعليم والهجرة والطاقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان كندا بتقدم منح دراسية للطلاب المصريين. ممكن ان الطلاب المصريين اللي بيكونوا طبعا حاصلين على درجات عالية جدا، كندا بتقدم لهم منح ان هم يروحوا بشكل مجاني ويدرسوا هناك او يكملوا تعليمهم هناك. وبرضو بيبقى فيه بين مصر وكندا تعاون بين الجامعات المصرية والكندية وتبادل الخبرات. وكندا برضو بتتيح فرص للهجرة الشرعية للعمل هناك. يعني كندا بتسمح ان الشعب المصري او ان الناس في مصر ممكن ان هم يهاجروا ويعيشوا في كندا. ليه؟ يعني ممكن مثلا الطالب المصري يقدر ان هو يسافر لكندا علشان يدرس هناك وكمان يشتغل وكمان يقيم او يعيش هناك. اما بالنسبة للطاقة فالعلاقة اللي ما بينهم بتبقى تعاون في الطاقة المتجددة النظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يعني بيكون في بينهم وبين بعض كده مشاريع لحماية البيئة وتقليل التلوث. هنا بيقول لنا اختبر نفسك، اكتب كلمة صواب أو خطأ. يتجمد خليج هيدسون في كندا في فصل الشتاء. صواب. تعد مدينة واشنطن هي عاصمة كندا. غلط. أمال إيه؟ قلنا إن عاصمة كندا اسمها أوتاوا، يبقى خطأ. دلل على صحة العبارة التالية. عايزنا إن احنا نذكر الدليل. يحترم الشعب الكندي التنوع الثقافي. الدليل إن الشعب الكندي بيحترم التنوع الثقافي. الدليل طبعا هو إن في ثقافات كتير قوي مختلفة من حول العالم بتعيش هناك. يبقى الدليل هو حيث يعيش بالدولة. مش عارفة بس أمسك الكتاب كويس معلش. حيث يعيش بالدولة كثير من الأجناس المختلفة حول العالم. يبقى الدليل على أن الشعب الكندي بيحترم التنوع الثقافي حيث يعيش بالدولة كثير من الأجناس المختلفة حول العالم. أحترم كل الحضارات لكني أفتخر بتاريخي. إحنا بقى كمصريين لازم برضو إن إحنا نحترم كل الحضارات الأخرى، لكن لازم إن إحنا نفتخر بتاريخنا أولا. لكل دولة حضارتها ومعالمها التي تتميز بها، ومصر بحضارتها العريقة تمتلك مكانة خاصة بتميزها وبتمنحها دورا رائدا بين الأمم. ومن بين ما يميزها هو وجود برج القاهرة. اتكلمنا قبل كده في الترم الأول على برج القاهرة. برج القاهرة تم إنشاؤه عام 1961 ميلادية. يبقى تم إنشاء برج القاهرة عام 1961 ميلادية. في عهد مين؟ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مين اللي صمم البرج ده؟ صممه المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس، أحد الرموز المصرية القديمة. يبقى احنا هنا عندنا كم معلومة هنشوف مع بعض. أول حاجة تم إنشاء برج القاهرة عام 1961 في عهد مين؟ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. مين اللي صممه؟ صممه المهندس نعوم شبيب. على شكل إيه؟ على شكل زهرة اللوتس، أحد الرموز المصرية القديمة. يبقى احنا عندنا 1 2 3 4 عشان نبقى عارفين عندنا 4 معلومات عن برج القاهرة. عشان دايما لو طلبنا ان احنا نتكلم على برج القاهرة نذكر بقى مع بعض ال4 معلومات دول. هو تاريخ انشائه، تاني حاجة في عهد من؟ في عهد اي رئيس يعني. تالت حاجة المصمم، مين اللي صممه. رابع حاجة على اي شكل، كان على شكل ايه. يبقى برج القاهرة تاريخ انشائه كان 1961 ميلادية. في عهد مين؟ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. المصمم كان اسمه ايه؟ المهندس نعوم شبيب.
على أي شكل؟ على شكل زهرة اللوتس. تحت هنا بقى بيقول اختبر نفسك، أكمل ما يلي بكلمات مناسبة. تم إنشاء برج القاهرة في عهد الرئيس مين؟ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. صمم برج القاهرة على يد المهندس، أو صمم برج القاهرة على يد المهندس نعوم شبيب. ما العلاقة بين الحضارة المصرية القديمة وبرج القاهرة؟ إيه العلاقة بين الحضارة المصرية القديمة وبرج القاهرة؟ هنقول أن البرج صمم على شكل زهرة اللوتس، أحد الرموز المصرية القديمة.